على الجميع. صباح الخير، صباح الفل. لايف سريع كده والبيت نظيف. عايزة افرجكم على شغلنا في الانتيريور ديزاين والحلول بتاعتنا المعمارية للمساحات الضيقة. حد يطمني على الصوت. ده من اعمالنا في الفرش والديكورات. الوحدة دي بنت هاوس دوبلكس في الضوء. البيت وهو نضيف قلت افرجكم سريعا على الافكار. صباح النور يا استاذ شريف، اهلا وسهلا. دي اوضه ماستر كده في الدور اللي تحت، بس في اوضه تاني فوق في الدور اللي فوق ماستر. تمام. تسريحه بسيطه جدا. ظهر السرير من النوع اللي هو بنقول عليه سكونه. بنثبته في السقف في الحيطه، بنثبته في الحيطه وبيكون من السقف للارض. عاملين فيه حركه بسيطه قوي بالليد بروفايل. وده السرير. 2 كومود بساط جدا عشان مساحة ضيقة زي ما انتم شايفين. ممر صغير قوي 60 سنتي بينه وبين السرير. الستاير دي لسه شغالين عليها، هنغيرها. طابلوهات بسيطة واللايتنج واكل مع تصميم اوضة النوم. الدواليب بيلت ان في الحيطان، ومشينا معاهم غطا التكييف بنفس الستايل ونفس لون الدولاب. ده من اعمالنا وشغلنا. اتفرجوا معايا. الوحدة دي بتتأجر في الضبع. هنا ده اللوبي. استغلنا المساحة اللي فيه لان هو فيه مساحة فاضية. لاندري جزامة. وحطينا التلاجة لان المطبخ ضيق. التلاجة ودولاب النظافة. الحمام ما عملناش فيه حاجات كتير، هو بس المراية والوحدة اللي تحتيه. تمام. نكمل. هنا في الطرقة عملنا مراية بلد بسيط وراها. وده المطبخ برضو غيرنا الباب بتاع الكشف بتاع التكييف، غيرنا الخشب عشان يليق مع الديكور. وده المطبخ. ده باب كشف مع دولاب بلت ان برضو في الأوضة السنجل. دي أوضة سنجل هنا بس فيها سرير. ده سرير 1.40 متر وفي سرير تحته برضو استغلالا للمساحة علشان الأوضة صغيرة. وده مكتب. اللي تحت ده سرير بيتفتح في حالة لو البيت بيبقى فيه عدد اهو. برضو شغالين على الستاير. بنحاول نجيب حاجة كالرفول. الدولاب والتكييف زي ما قلنا. اللوبي نور يا ريس. من غيرك ما نعرفش النور. ده فرن. استغلال مساحة لتحت السلم حطينا فيها الفرن بتاع المطبخ. الحوض. وده البوتاجاز بلت ان. الظرف هنا كلها تاتش، مجرد ما بندوس عليها بتفتح، بس انا مش عارفة فين مكان الحساس، نسيت. فيها حاجة وراها بس. دي الطبلوهات دي عملناها عشان نداري وراها
هنا في الراوتر بتاع النت، حد بقى يرجعها. طابلوهات بالخشب ترد على الخشب اللي في السقف مع السلم. كنا انور السبوتات اللي في السلم دي. كده نورت. هو ده مينا اللي كان بتكلميه؟ قالك ايه؟ بيهزروا؟ ماشي. السلم ده بينور اول ما بنطلع بحساس اهو، بيانو ترك 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 كده ورا بعض، عمايل القسط. والله في اي حاجه. السلم ده اللي كنا بنعيد تقسيطه علشان كان ارتفاعه كبير بيتعب الناس، عدنا تقسيطه بقى مريح يا بوسي عشان الناس الكبيرة والناس والأطفال. بقى مريح جدا. قولي الفيدباك. طيب لا مريح يعني، بقى اسهل في طلوعه واريح. فتحة الرجل بتاعته مش بنرفع رجلنا جامد زي الاول. طب الحمد لله. دي كانت كان بنرفع رجلنا جامد في الركام، فكان احنا سهل الناس الكبيرة صعب. دي بقى الماستر بيدروم الأساسية اللي هي فوق دي، بحمام، السقف فيه خشب. اصحاب البيت بيحبوا جدا التشكيل بالخشب. ظهر السرير فيه إضاءة. هنا عملنا صح كده، برافو. ظهر السرير برضو فيه إضاءة. بصوا القشرة بتاعت السرير، ظهر السرير جميلة ازاي. هنا في بار ممكن تفتحي الجرار اللي فوق ده، يعني زي كوفي كورنر كده، حطي فيه الكوبايات، الشاي، القهوة، النسكافيه كده، بحيث ما يحتاجوش ينزلوا تحت يعملوا قهوتهم الصبح فوق. تمام. هنا تي في يونت بالادراج بتاعتهم، وهنا دي مراية وتسريحة، وبرده في فوق ليد بينور من فين. دي لسه متشحنتش. دي تسريحة، تي في يونت، و كيتشن بار صغير او كوفي كورنر. ده اللي بيقولوا عليه ايه، المالتي يوزج، يعني في نفس الحيطة فيه 3-4 استخدامات. مكان لتجهيز القهوة، والتلفزيون في وش السرير، والتسريح. بعد كده بقى منطقة اللوبي بالدريسنج. دي دواليب كلها حوالين الحمام. هنا في ضرفتين، ضرفتين، ودول ضرفتين منفصلين. ده استغلال المساحة بالكامل. بعدين بقى قدام اوضه النوم في مدخل الروف، ده اللي احنا جينا عشان الشغل كل اللي فرجتكم عليه ده شغلنا قبل كده. احنا رجعنا تاني علشان السلم، نعيد تقسيط السلم لانه ما كانش مرتاح. كان ارتفاعه 19 سنتي، بقى دلوقتي 15 الستاندر بتاعنا. ورجعنا عشان نفرش الروف. هفرجكم فرش الروف، ده اللي جديد في الموضوع. كله خشب طبيعي علشان الشمس المقاومة. بصوا الشغل بتاعنا، كل ده بينور. هما هنا رجالة شغالين بيركبوا في الإضاءة بتاعة المطبخ. دي وحدة ضرفتين، الأول وحدة إدراج، وحدة ضرفتين.
مكان الوحدة دي في تحتها الصرف بتاع المطر تحت هنا، فاستغليناها علشان هي ملهاش رجل، علشان البلاعة بتاعة صرف المطر حطينا جواها الباسكت بتاع الزبالة، وممكن الباسكت يبقى مفتوح ونبدأ نرمي من هنا. هنا التلاجة، ودي وحدة الحوض، ودي الوحدة دي بعد اذنك معلش يا ريس. الوحدة دي بقى فيها اختراعات، حاطين جواها الايس ميكر، وطبعا ليها الكهرباء بتاعتها، بيطلع الايس ميكر كده ناخد منه التلج زي ما احنا عايزين وندخله تاني. وده بوتاجاز بلت ان لو حبوا يعملوا فطار سريع. ودي الوحدة الاخيرة هتقفل لوحدها. بصوا الفينش كمان بتاع الرخام، تفاصيل. البوكس ده للتلفزيون، هيتحط فيه تلفزيون بحيث اللي قاعد على البار يتفرج. هنا في قاعدة كراسي، كرسيين كده، ممكن نعدلهم. الهوا عندنا جديد اليومين دول، مين عنده الهوا جديد بيطير اي حاجة. مطير لنا الطوب مطير لنا الطوب، مش سايب حاجة، حتى الطوب طار. هنا في قاعدة بكرسيين قدام التلفزيون، ممكن نقعد هنا نتفرج على التلفزيون. وهنا في شيزلونجات، طبعا الاخضر في الروف مهم. هنا التلفزيون بيتفتح كده زي ما هم عاملين، نتفرج ونقفل تاني عشان التراب والشمس لو مش بيتفرجوا عليه. هنا الشيزلونجات عشان الناس تستمتع بالشمس. دي بقى القعدة كلها اهي. والجزء ده قلنا يبقى ريدنج كورنر، لان هو اكتر كورنر شايف البحر، يعني القاعد اللي هيقعد عليه هنا. عملنا فيه من ورا حوض زرع عشان احنا الدبس هنا كان تيجي.